ايه يا حبيبي، في ايه؟ انت مفرشح لنا بقك قوي كده، شايف قدامك تيمون وبومبا مثلا؟ خلاص يا فطين، انت لازم عليك وحش كده يا اخي. شلون يعني؟ تالهوا يا سيرة بابا، فاهميني؟ تضلين بهاي التصرفات بابا؟ لعد انت تقبلها. كل البنات يجون وياهم سايق، واني بنت نجم ابو النور اجي بدون سايق؟ هو ده الترب؟ هو ده المشكل يعني؟ هسه مو حطيت لي السايق يا بنتي، بس انت قلتي ما اريد اريد اسوق. بابا جايب لي سايق عمره 200 سنه، ايش اسوي بيه؟ خاف انا احكي حكايه كبيره. بابا السايق هسه صار مثل التليفون، لازم يكون جديد ومرتب، وبنفس الوقت هو يكون سايق ويحميني. دي وجهة نظر تحترم على فكرة. أنا حتى لو أتزوج همي أنا أريد سايق شاب. اوف راسك ناشف وما اقدر اقول لك لا، تؤمرين امر حبيبتي. الله يطيح حظك. طبعا بابا أنا كلش أشكرك. كل صديقاتي يسألني على السايق يقول لي عافية هذا وين لقيتيه؟ كل صديقاتي تخبلن عليه، وكلهم سألني منين جبتيه؟ كل اصحابي هيتجننوا، كلهم نفسهم في واحد زيك ومش لاقيين. مش لاقيين ليه؟ ما يروحوا المجاري كده عادي. وخطية سداد قامت تبكي، قالت قولي لي العمو خلي يجيب لي واحد مثله. مش حاسين ان انتم مكبرين الموضوع شويه؟ شنو بهالحكي هذا؟ غيوثي موجود وريد نتفاهم على موضوع الزواج عادينا. غياث أنا اليوم كلش تعبانة، تعال باكر. الله، ده ما حدش طايقه في البيت كله. الطفايه دي مش طايقاها. خلاص. جيت والله 14 سنة والخلاص جيت